السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبابي الكرام، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل الهوم ورك بتاع ليسون 3. جاهزين يا شباب؟ نقول بسم الله. طبعا ليسون 3 تحسوا إن هو كان ليسون تقيل شوية، ولكن إن شاء الله بعد ما نخلص حل الهوم ورك هنحس إن الدنيا بدأت تبقى واضحة عن الأول بأمر الله تعالى. يلا السؤال الأول بيقول لي إيه؟ بسم الله. والله هو بيقول لي arrange the following electron descendingly. طبعا descendingly هنا معناها ايه يا مستر اسلام؟ يعني من الكبير للصغير. حلو قوي. according to their energy، على حسب الطاقة. والله يا مستر احنا عندنا معلومة من ليسون 2 ان انا لما يكون عندي نيوكليوس كل ما ببعد عن النيوكليوس ديت كل ما الطاقة بتزيد، يعني الانرجي بتاعتي بتزيد. فطبيعي اني هبدأ اشوف كل الكترون من دولت، لان خلي بالك انت عارف ايه ديت؟ ده مكان الالكترون الاول، بي مكان الكترون تاني، سي مكان الكترون تالت، ودي مكان الالكترون الرابع. فانا هبدأ اشوف اماكن الالكترونات ديت فين، وبعد كده ابدأ احدد مين البعيد ومين القريب. البعيد هيبقى عنده طاقة كبيرة والقريب هيبقى عنده طاقة قليلة. طب تعالى نبدأ نشوف الأول. والله يا مستر اسلام أنا شايف إن دوت في المستوى التاني، يعني هنا أهو في الإنرجي ليفل التاني، ودوت في المستوى التالت، يعني هنا أهو. فطبيعي اللي في المستوى التالت هيبقى عنده طاقة أعلى. طب أنا عندي اتنين في المستوى التالت، صح؟ يبقى من الطبيعي إن أنا هختار يا إما حاجة فيها دي بعد كده بي، ما هو ده أعلى حاجة، أعلى حاجة في الطاقة، لأن هو أبعد عن النيوكليوس. مش الإن دي بتعبر عن مستوى الطاقة بتاعي أو الدور اللي إحنا فيه، يعني هي ابعد عن النيوكليوس بالنسبه لان 2. فطبعا يبقى انا يا اما اختار دي بي، يا اما اختار اجابه بدايتها بي بعد كده دي. ما هو هما الاثنين كبار، بس انا ما اعرفش مين فيهم اكبر. يعني مثلا الدي هتبقى اكبر من البي ولا البي هي اللي اكبر من الدي؟ انا لسه مش عارف، بس انا بقول لك الاختيارات بتاعتنا دلوقتي مبدئيا هتبدا بالدي او هتبدا بالبي. ما ينفعش تبدا بالسي. بادئه بالبي اهي، بادئه بالبي اهي، بادئه بالدي اهي. يبقى انا عندي الثلاث اجابات دولت هيمشوا معايا، صح؟ كلام جميل. خليني اقول لك ان الاجابه سي والاجابه بي تقريبا شبه بعض، فاحنا نلغي اجابه منهم. يبقى انت عندك اجابه يا اما دي يا اما بي. طب يا مستر اسلام وانا هعرف منين؟ انا هعرف منين هي بي اكبر من دي ولا دي اكبر من بي؟ اختبرهم يا حبيبي. تعال بص عندك بقى، انت خلصت كده الجزء ده، انت عرفت ان هما الاثنين قد بعض في الان، يعني هما الاثنين في نفس الدور. شوف الشقه، فاكر ساعه ما قلت لك ان الاس اقل في الطاقه من البي، والبي اقل من الدي، والدي اقل من الاف؟ اقول لك طب ما تيجي تشوف الشقه هنا، دي شقه الدي لانها باتنين. طب والشقه هنا دي شقه البي، مين اكبر في الطاقه؟ الدي اكبر. يبقى انا هبدا بده، يبقى دي الاجابه بتاعتي. وصلت الحته ديت؟ لو ما وصلتش عيدها تاني. يبقى خليني اقول لك ملخص الجزئيه دي ايه يا مستر اسلام؟ ملخصها ان انت تبقى عارف الارينجمنت بتاعت الانرجي ليفل بتاعتك، ان كي اقل من ال اقل من الام اقل من الان اقل من الاو اقل من البي، واعلى واحد فيهم الكيو. طبعا دول ليهم ارقام اللي هي البرنسبل كوانتم نمبر، اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7. بعد كده عندك الاس اقل من في الانرجي من البي، والبي للزان دي، والدي للزان اف. فانت عرفت الارينجمنت بتاعتك، تمام؟ فطبيعي ان الراجل الطيب دوت عنده طاقه اعلى من ده. اهو بص كده، ده عنده طاقه اعلى من ده. ماشي يا صديق؟ في مشكله؟ اتمنى من الله ما يكونش في مشكله في السؤال الاول. طيب تعال نشوف بينا السؤال الثاني بيقول لي ايه. which of the following is correct؟ خلاص تمام، يبقى انا عايز الصح هنا يا شباب. when two electrons of an atom have the same L، لما التو الكترون عندهم نفس ال يعني عندهم نفس السب ليفل، عندهم نفس الايه؟ السب ليفل. and ms، وكمان عندهم نفس السبين. انهي من دولت اللي صح؟ is correct when two electrons، اتنين الكترون have the same L و have the same ms. والله يا مستر تعالى نشوف. بيقول لك they must be located in the same energy level. خليني اقول لك على حاجه بس، عدل لي ديت is واكتب لي هنا اهو كلمه not correct، اللي مش صح. انا عايز اللي مش صح، تمام؟ they must be located in the same energy level. ممكن يكونوا موجودين في الانرجي ليفل عادي، نفس الانرجي ليفل، مفيش مشاكل. they cannot have the same ms
and the n value at the same time. يعني ما ينفعش يبقى ليهم ال n وال ms في نفس الوقت، لا ينفع عادي خالص. تمام، يبقى هي دي not correct. هو قال لك cannot have، هي ينفع ولا ما ينفعش يبقى ليهم ms وليهم، يعني يبقى ليهم سبين وفي نفس الوقت موجودين في نفس الانرجي ليفل؟ ينفع عادي يا مستر اسلام. ما هو بص كده، مثلا لما اجي اقول لك ال 2 بي فيها 3 الكترون مثلا، تعالى كده، مش احنا عارفين ان احنا عندنا 3 اوربيتال، ادي الكترون وادي الكترون وادي الكترون. الراجل الطيب ده عنده سبين ايه؟ بوزيتيف هاف. والراجل الطيب ده عنده سبين ايه؟ بوزيتيف هاف. والراجل الطيب ده عنده سبين ايه؟ بوزيتيف هاف. يعني افهم من كده مستر اسلام ان هما الثلاثه عندهم نفس الام اس، وفي نفس الوقت موجودين في الانرجي ليفل ال n ايكوال 2 اللي هو ال يعني، صح الكلام؟ يعني كانوت هاف، لا هما كان هاف، يبقى هي دي الاجابه بتاعتي. ماشي يا شباب؟ بيقول لك ايه في السؤال اللي بعده؟ What is the quantum number that describes the energy of an electron and the most probably distance of the electron from the nucleus؟ يعني انت عايز الطاقه بتاعت الالكترون وفي نفس الوقت عايز الديستانس ده. خلاص ال n على طول اللي هو البرنسبل كوانتم نمبر اللي هو ايه يا مستر؟ كي ال ام ان او، اللي هو ال n دوت، هو ده اللي بيعرفك الديستانس. فبالتالي ده الاجابه بي. الاجابه ايه يا ناس؟ تعالى في السؤال الرابع. What are the possible value of L when the principal quantum numbers of principal quantum number equals 3؟ حاضر، مش انت بتقول لي البرنسبل كوانتم نمبر ب 3؟ طب ال L دي بقى كنت بجيبها ازاي؟ كنت بجيبها من الزيرو لغايه n ماينس 1. طب ال n ب 3، 3 ماينس 1 بكام؟ ب 2. يعني من الزيرو لغايه ال 2، يعني 0 و1 و2، يبقى الفاليوز بتاعتك هي 0 و1 و2. ده لو كانت البرنسبل كوانتم نمبر بتاعك ب 3. السؤال اللي بعده. What is the number of orbitals in the sublevel 4b؟ حبيبي مش احنا قلنا ان البي عندها 3 اوربيتالز؟ مستر انا حافظ المعلومه، طب لو عايز استنتجها بقى، هل في قانون يجيب لي البي فيها كام اوربيتال؟ ايه القانون بقى اللي بيعرفك البي فيها كام اوربيتال؟ 2l بلس 1. ده بيعمل ايه يا مستر اسلام؟ بيديك النمبر اوف اوربيتالز، عدد الاوربيتالز اللي موجوده in each sub level. انا عايز السب ليفل بي، اعرف عدد الاوربيتالز بتاعته بكام من هنا. طب ال بتاعت البي بكام يا شباب؟ السبسيدري كوانتم نمبر بتاع البي ب1، يعني قصدك تقول لي ان هي 2 باي 1 بلس 1. 2 باي 1 ب 2 بلس 1 ب 3، يبقى فيها 3 اوربيتالز. يبقى فيها 3 اوربيتالز. تمام يا دكاتره؟ في مشكله؟ اتمنى من الله ما يكونش فيه ادنى مشكله. تعالوا نمبر 6. Which of the following quantum numbers sets represents the last electron؟ آخر إلكترون موجود في الأتوم دي اللي هي K19. واحد الله بقى كده يا صديقي بعد إذنك، وتعالى معايا نروح الأول نشوف ال K19 دوت. خلي بالك إن السؤال دوت معلش هو هيبقى جاي من ليسون 4، فده اعمل لي عليه علامة كده اهوت، علشان المفروض نروح نعمل ايه يا مستر؟ نروح نعمل الكترونيك كونفيجريشن للراجل الطيب ده. تمام، الكترونيك كونفيجريشن، ودوت موجود في ليسون 4، فده علم عليه علامه وهنحله مع ليسون 4 بامر الله. تمام، تعالى هنا في 7. Which of the following are the possible value of the magnetic quantum number ms لما ال تكون ب 1؟ حاضر، مش انت بتقول لي ان ال ب 1؟ طب الام ال مش الام اس هنا. magnetic quantum number بتاعك هنا هو هيبقى بكام يا مستر؟ قال لك من نيجاتيف ال لزيرو لبوزيتيف ال، من نيجاتيف ال لزيرو لبوزيتيف ال. في الحاله اللي زي ديت يا مستر اسلام انا ال بتاعتي ب 1، فبالتالي هيبقى من نيجاتيف 1 لزيرو لبوزيتيف 1. فين الناتج دوت؟ اهو الاجابه ايه؟ تمام. The atomic numbers، خليني اقول لك ان الاجابه بتاعت رقم 6 ده هتبقى الاجابه سي، ولكن احنا هننتظر لغايه درس الرابع. The atomic numbers of sodium and potassium are 11 and 19. ماشي respectively.
quantum numbers of the last electron in each of them are similar in A. برضو ده نفس الكلام، اكتب لي عليه lesson 4. تمام. Number 9. Since the atomic number of nitrogen equals 7, the last 3 electrons in nitrogen atoms are similar in each of the following except the quantum number. آخر 3 إلكترونات موجودة فيها كلهم متفقين في حاجة واحدة. طبيعي يا مستر except إيه؟ تمام؟ والله يا مستر إسلام طبيعي هيكونوا متفقين في البرنسبل كوانتم نمبر، لأن آخر 3 إلكترونات هيكونوا في نفس الدور، وطبيعي هيكونوا في نفس الشقة، وطبيعي هيكون ليهم سبين واحد. انما اللي مش طبيعي ان هم يكونوا في اوربيتالات مختلفة، يعني هيكونوا في كذا اوربيتال، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. تمام. فطبيعي ان هم هيكونوا ليهم سبين واحد، ليهم سبسيدري كوانتم واحد يعني في نفس الشقة، وليهم دور واحد اللي هو البرنسبل. ده من الطبيعي، ده البديهي بتاعنا. تمام. فمن اللي مش من الطبيعي ان هم يبقى ليهم ماجنتيك كوانتم نمبر واحد. Number 10. Consider the given quantum numbers of the last electron in the following elements. تعال نشوف، أنا عندي element والراجل الطيب دوت الكوانتم نمبرز بتاعه، ده اللاست الكترون فيه، وده اللاست الكترون فيه، وده اللاست الكترون فيه. Descending arrangement of atomic numbers. أنا عايز أعرف الاتوميك نمبر. خليني أقول لك إن أغلب الأسئلة في الجزئية ديت جاية من ليسون 4 برضه، فده خليه في ليسون 4. تمام. تعال نشوف دوت ايه يا مستر اسلام. بيقول لك 2 electrons A and B have the same energy. electron A has the quantum numbers N equal ب 4 و L equal ب 3 و ML positive 1 و MS positive half. طيب what are the quantum numbers of the electron B knowing that it spins in the opposite direction. knowing that it spins in the opposite direction. والله يا مستر اسلام حاضر، مش هو نفس الكلام ولكن بيلف في opposite direction، يعني الام اس بتاعته مختلفة، فبالتالي هيبقى الان ب 4، يبقى انا هلغي ان ب 3 وهلغي ان ب 3، ان ب 4 ان ب 4، ال ب 3 ال ب 3، ام ال بوزيتيف 1 بوزيتيف 1، ولكن هختارها بالنيجاتيف علشان هو بيروتيت in opposite direction. تمام. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي which of the following sets of quantum numbers is not possible. مين من دولت غلط مش صح؟ حاضر. لو ال n ب3 خليني اقول لك معلومة صغيرة. ال n مستحيل تساوي ال l، مستحيل. يعني لو n ب 3 مستحيل تلاقي l ب 3. عارفين ليه؟ ليه؟ لان ال l عشان تجيبها هي من 0 لغاية n-1، فدايما ال L دي نهايتها اقل من ال N بواحد، ما هي N-1، فمن الطبيعي ان انا مش هختار ديت. تمام. هنا هو ينفع؟ ينفع عادي يا مستر اسلام، ينفع عادي. طب هنا هو ينفع؟ برضه ينفع برضه يا مستر اسلام عادي مفيش مشاكل. طب وهنا هو ينفع؟ ينفع يا مستر اسلام عادي خالص مفيش مشاكل. هو بقى بيقول لك which of the following set of quantum number is not possible، يبقى هي اول واحده دي اللي ما تنفعش، لان N ب 3 ما ينفعش يبقى ال بتاعتها ب 3. طيب مستر هو ليه ده ينفع؟ ليه ال ب 1 و ان ب 2 تنفع؟ قال لك تعالى انا اوريك. مش ال احنا قلنا من 0 لغايه ان -1؟ قال لك يعني من 0 لغايه ال ان ب 2 يبقى 2 - 1، يعني من 0 لغايه الواحد، ما هو 2 - 1 ب 1، يبقى من 0 لغايه الواحد، يبقى في ال بواحد ولا مفيش؟ وفي ال ب0 كمان. تمام. يبقى في ال بواحد وفي ال ب0. السؤال اللي بعده what sub shell. السؤال اللي بعده اللي هو 13 بيقول لك what sub shell is occupied by an electron with the quantum numbers n equal 3 and l equal 1. هو بيسألني عن الايه؟ السب شيل. اللي هو ايه السب شيل؟ s b d f occupied by electrons with the quantum numbers n3. خلاص يبقى 3. ال بتاعت البي يبقى 3b، يبقى الإجابة دي. يلا نكمل. What is the maximum number of electrons؟ حاضر. هنا sub shell يعني بيتكلم عن الاس او البي او الدي او الاف.
with quantum numbers n ب 3 و l ب 2. حاضر، يبقى انا عندي 3 l ب 2 اللي هو الدي بقى بيشيل كام الكترون؟ احنا قلنا بيشيل 10 الكترون، فبالتالي في 10 الكترونز. 10 الكترونز. The third principal energy level contains. حاضر، الثيرد برنسبل انرجي ليفل فيه ايه يا مستر؟ الثيرد يعني التالت. في 2 سب ليفل؟ لا. في 3 سب ليفل؟ لا. في 4 سب ليفل؟ لا. امال في ايه؟ والله يا مستر سام في 3 سب ليفل. انا اسف، في 3 سب ليفل. تعالى نمسح بس الحته دي عشان محدش ياخد. هو في 3 سب ليفل فعليا، بس هل في 3 اوربيتال بس؟ لا، مش هو في 3 سب ليفل؟ الاس والبي والدي. الاس فيها 1 اوربيتال، والبي فيها 3 اوربيتال، والدي فيها 5 اوربيتالز. فبالتالي لا، ما ينفعش يبقى 3 اوربيتال بس، ده انت عندك 1 و3 ادي 4 و5 هنا، يبقى كده 9 اوربيتالز. فيها 9 اوربيتالز. يبقى هي الاجابه دي. تعال في سؤال 16. What is the relation between the shell number and the maximum electron occupation number of an energy level؟ حاضر، هو بيقول لك الشيل نمبر. فين الشيل نمبر؟ مكتوبه تحت اهي، دي الشيل نمبر. تمام. يعني ايه شيل نمبر يا مستر اسلام؟ يعني الانرجي ليفل يا حبيب قلبي. والماكسيمم الكترون اوكوبيشن، انا عارف ان الكي بيتملي ب 2 الكترونز، وان ال فيه 8 الكترونز، وان الام فيه 18 الكترونز، وان الان فيه 32 الكترونز. هي عشان مش واضحه بس، فهتلاقيني كاتب لك ان اهوت الاجابه بي، علشان هي فقط مش واضحه. لو انت بدات من هنا اهوت فده 0 0، فخلاص كده. لو جيت عند الانرجي ليفل الاول اللي هو الكي، هتلاقيها فوق الخط بسنه صغيره، فوق الخط بسنه صغيره اللي هي عند 2 الكترون. جيت عند الانرجي ليفل الثاني هتلاقيها دي 20، فهي تحت انا اسف، دي 10، فهي تحت التن بحاجه بسيطه، يعني هي تحت التن بحاجه بسيطه اللي هي 8. طب ودي تحت ال 20 بحاجه بسيطه، طب ودي فوق ال 30 بحاجه بسيطه. تمام. فهتبقى الاجابه عندك هي بي، ودوت عادي خالص ان احنا لو عملناه بالشكل دوت. ادي 1 2 3 4، وهنا كتبنا 10 وكتبنا 20 وكتبنا 30. فلو واحد هيبقى عنده 2 الكترون في المكان ده، لو 2 هيبقى عنده 8 الكترون في المكان ده اللي هو قبل ال 10، لو 3 هيبقى عنده 18 الكترون فهيبقى قبل ال 20 بحاجات بسيطه، لو 4 يبقى فوق ال 30 بحاجات بسيطه. تمام يا شباب. فهتبقى الاجابه عند سيادتك هي الاجابه بي. تعالى ب 17. The second principal energy level has نقط containing نقط and نقط. السكند principal energy level عنده كام sub level يا شباب؟ عنده 2 sub level، يبقى 3 لا و1 لا. عنده 2 عنده 2، يبقى انا هختار ما بين سي ودي. containing نقط and نقط بقى جواه ايه بقى؟ 2 اس ولا 1 اس؟ لا، جواه 1 اس بس، فبالتالي الاجابه بتاعتي دي. ما هو السكند برنسبل انرجي ليفل اللي هو ال في اس وفي بي، يبقى هو جواه واحده اس فقط لا غير. طيب تعالى في 18. Which of the following relations can be used to calculate the maximum number of electrons in a shell when quantum number n equals 1 و 2 و 3؟ انت عايز ايه يا حبيب قلبي؟ maximum number of ايه؟ of electrons. طب هو الالكترونز يا حبيب قلبي معلش كنا بنجيبها ازاي؟ والله يا مستر كنا بنجيبها ب 2n باور 2. 2n باور 2. Which of the following quantum number sets indicates the electron with the lowest energy؟ مين في دولت عنده اقل طاقة؟ بص يا حبيب قلبي، اقل طاقة بص الاول على الان، بص الاول على الان. اقل رقم في الان يبقى ده اقل طاقة، اعلى رقم في الان يبقى ده اعلى طاقة. طب يبقى كده احنا عندنا ان ب2 وان ب2، هنا ان ب3 وهنا ان ب4، يبقى هلغي 4 وهلغي 3 لان عندهم طاقة اعلى. يبقى انا بصيت على 2 و2، طب هتعرف تقارن ما بينهم؟ لا. خش على اللي بعديها بقى اللي هي ال بقى. هنا ال بتاعت البي وهنا ال بزيرو بتاعت الاس، مين اقل في الطاقة؟ الاس ولا البي؟ لا، الاس اقل في الطاقة من البي، فبالتالي الاجابة هتبقى دي. تمام. بيقول لك the electron that has the quantum numbers n equal 4 l equal 0 ml 0 و ms positive is located in the نقط sublevel. والله يا مستر حاضر، هو في السبليفل اس، وهنا هو في الدور الرابع يبقى 4 اس، يبقى هنا هو موجود في السبليفل 4 اس.
that is composed of نقط اوربيتال. ده في واحد اوربيتال يا مستر. نختار بقى كده بعد اذنك اهو. an element has electrons in the K, L and M energy levels and its last electron has subsidiary quantum number equaling 1. طب ما هو ال1 ده يعني بي، صح ولا غلطان؟ ما هو السبسيدري كوانتم نمبر اللي هي ال سمول يا صديقي، و1 هنا يعني بي. its last sub level is، والله مش هو في الام هنا اهوت؟ يا مستر اسلام موجود في الام. الام ده التالت يعني 3، وانت بتقول لي السبسيدري كوانتم نمبر بواحد يعني 3 بي، يبقى الاجابه 3 بي. consider the quantum numbers in the table. اعتبر الكوانتم نمبر اللي موجوده في التيبلز دي. حلو ماشي. انت مديني 4 اماكن للالكترونات، يعني 4 الكترونات عندك x w y z. all the electrons have an impossible combination of quantum numbers except. كلهم غلط. كلهم غلط، كلهم غلط ما عدا واحد بس هو اللي صح. تعال نشوف. انا عينيا وقعت ان هنا في n ب2 و l ب2، واحنا قلنا ان ال والn ما ينفعوش يبقى هما الاتنين زي بعض، يبقى ده غلط. انا عايز الصح. هو بيقول لك all the following an impossible combination except، يبقى في واحد هو اللي صح. تمام. طب تعالى هنا اهو n ب2 l ب1 مظبوطه. ايه ده ms ب1؟ الms يا اما بوزيتيف هاف يا اما نيجاتيف هاف، يبقى ما ينفعش. ماشي. تعالى هنا اهو n ب2 l ب0 ينفع، l ب0 m l بوزيتيف 1 ما ينفعش. عارف ليه؟ مش احنا قلنا ان الام ال دي هي من نيجاتيف ال لزيرو لبوزيتيف ال؟ طب ال بزيرو اصلا، فيبقى الام ال بزيرو على طول. اهو نيجاتيف زيرو زيرو بوزيتيف زيرو، ما هو كده يبقى بزيرو على طول، فبالتالي دي كمان ما تنفعش. يبقى هي الاكس الوحيده اللي هتنفع عندنا يا صديقي، يبقى هي الاكس. تمام كده يا صديقي؟ في مشكله؟ طيب تعال نخش على 23. بيقول لي ايه؟ if the quantum numbers of the last electron revolving around the sodium nucleus are ال n ب2 ال l ب1 يعني 2b m l بوزيتيف 1 يعني موجوده في انهي اوربيتال؟ ما هو ده نيجاتيف 1 ده 0 ده بوزيتيف 1، يبقى موجوده في الاوربيتال ده. نيجاتيف هاف يبقى هو تاني الكترون، تاني الكترون اللي هو باصص لتحت مش باصص لفوق. تمام. what is the charge of this sodium entity؟ انا عايز اعرف التشارج بتاعتها. ما انا عارف كده كده ان مستر دي حاجه محفوظه، الصوديوم دايما بيبقى بوزيتيف 1، دايما الصوديوم بيبقى بوزيتيف ايه؟ بيبقى بوزيتيف 1، صح الكلام؟ فبالتالي هو بيقول لك الصوديوم بتاعك هيبقى بكام؟ هيبقى اللاست الكترون revolving around the sodium nucleus هو دوت what is the charge of this sodium entity، فهتلاقيها بوزيتيف 1. تمام يا قلبي؟ في مشكله؟ which of the following expresses the number، وده برضه هنفهمه اكتر واكتر واكتر عشان تبقوا عارفين، لان ده لسه ليه الكترونيك كونفيجريشن لما نخش على ليسون 4. ليسون 4 دوت هيفتح معانا فتحه في الاسئله كتيره جدا ان شاء الله. which of the following expresses the number of orbitals in each sublevel؟ انت عايز ايه؟ number of orbital. خلي بالك النمبر اوف اوربيتال دوت ليها قانونين، يا اما 2l بلس 1 يا اما n باور 2. طب ايه الفرق ما بين القانونين؟ ال 2l بلس 1، ال 2l بلس 1 ده بيجيبه لك في السب ليفل، عدد الاوربيتال في السب ليفل. اما n باور 2 فدوت بيجيب لك عدد الاوربيتالز في الانرجي ليفل نفسه، في الانرجي ليفل نفسه. فبالتالي الاجابه بتاعتي عندي في السب ليفل يبقى هو 2l بلس 1، 2l بلس 1. طيب تعال نخش على اللي بعده يلا. 25 بيقول لك how many electrons can have a principal quantum number n equal to 3؟ انت عايز many electrons، ما انت عارف القانون 2n باور 2 خلاص، وكده كده انا عارف التالت بيشيل 18 يعني مش محتاج. 26 the quantum numbers for 3 electrons in an atom of silicon are shown. اللي قدام حضرتك دول ده 3 quantum numbers دول. what is the correct order from lowest to highest energy؟ اسيب لك بقى المايك. lowest energy to highest energy، رقم 2 دي هتبقى اخر حاجه لان ده الهايست، ما هو ده اعلى حاجه في الانرجي لان هو ابعد عن النيوكليس. يبقى انت بتقارن ما بين دي وما بين دي، يبقى مين الاول؟ يبقى بص كده الهايست انرجي عندك هو رقم 2، فانت هنا هو هتحط يا اما 1 يا اما 3، وهنا تحط 1 او 3.
طب تعالى كده، خلاص انا مش هينفع اقارن بالان ب 2 بقى، هيقارن بالال. ده B وده S، مين اقل في الطاقة؟ S. يبقى رقم 3 الاول ده اقل في الطاقة، بعد كده رقم 1، بعد كده رقم 2، فهتبقى الاجابة الاولانية. يبقى انا دلوقتي لما بقارن اي انرجي، واكتب المعلومة دي عندك، اول حاجة ببص على N اللي هي البرنسبل كوانتم نمبر، هشوف اعلى N اكبر انرجي، اقل N اقل انرجي، وقف واكتب الكلام اللي انا قلته. طب بعد كده لو في 2 N ليهم نفس البرنسبل، يعني ليهم نفس الرقم، ابص على ال واشوف ال بكام. اعلى ال يبقى عندها طاقة عالية، اقل ال يبقى عندها طاقة اقل. لخص لنفسك بعض الجمل البسيطة كده علشان وانت بتذاكر تبقى فاهم بتذاكر ايه او بتقول ايه. بيقول لك which of these sets of 4 quantum numbers doesn't exist، مش هتبقى موجودة. يلا بينا نمشيها واحدة واحدة. بص على ال N ب2، ال بكام؟ ال ب1. يمشي دايما ال يكون اقل من ال يكون اقل من ال N، ودايما الام ال تبقى ايكوال او اقل من ال. دايما الام ال ايكوال او اقل من الام. طب هنا الام ال ب2، ودايما طبعا خلينا نكتب الام اس تبقى بوزيتيف او نيجاتيف هاف اور نيجاتيف هاف بس. يبقى انت لازم تحقق الحاجات دي كلها. هنا دي اقل من دي تمشي، اما دي اكبر من دي ما ينفعش، يبقى الغي. هو عايز not exist، ايه ده ما شاء الله، دي هي الاجابه اصلا. تمام. دي اقل من دي تمشي، دي اقل من دي ما هي اقل يا اما ايكوال، يا اقل يا ايكوال، وكده كده نيجاتيف هاف. دي اقل من دي تمشي، دي هي دي ما احنا قلنا ايكوال. اكتب عندك المعلومه دي، اهي نكتبها على هيئه نوت عشان تكتبها عندك. دي اقل من دي طب ودي اقل برضو من دي تمشي، يبقى كلهم يمشوا ما عدا اول واحده هي اللي هتقعد. 28 بيقول لي ايه؟ what is the relation between the principal quantum number and the total number of orbital. خلي بالك principal quantum number وعدد الاوربيتالات اللي فيها، يبقى n باور 2. مستر لسه كاتبها من شويه، قال لك لو سب ليفل 2l بلس 1. لو عايز تعرف النمبر اوف اوربيتالز في السب ليفل يبقى 2l بلس 1، انما لو عايز تعرف عدد الاوربيتالز اللي موجوده في المين انرجي ليفل يبقى n باور 2. an electron was found to have value of n4 l1. حلو. how many different orbitals could this electron be in؟ والله تعالى نشوف. هو اصلا هو عايز يقول لك هو فيها كام اوربيتال يعني، فممكن الالكترون ده يكون موجود في كام اوربيتال منهم يعني، انت فاهم؟ طب ما هو كده في الانرجي ليفل 4 البي يعني ال1 يعني بي، يعني ده عنده 3 اوربيتال، فالالكترون ده ممكن يكون موجود هنا او هنا او هنا، يعني موجود في اي اوربيتال منهم، يعني موجود في عدد من 3. how many different orbitals يعني كام اوربيتال مختلف ممكن الالكترون يكون موجود فيه. 30 if n equal 4 how many possible values of L are there؟ حلو. مش انت عايز ال n ب 4 وعايز ال possible value of L؟ طب ما هو ال L انا عارف من 0 لغاية n minus 1، خلاص يبقى عندك من 0 لغاية 4 minus 1 يعني ب 3، يعني 0 و1 و2 و3 عنده كام واحدة بقى؟ 4، يبقى اختار 4. تمام يا مستر اسلام. خش على اللي بعديه. بيقول لك ايه؟ what is the maximum number of electrons in an atom that can have the principal quantum number n4؟ انت عايز ايه؟ maximum ايه؟ maximum electrons. طب ما احنا عارفينها يا مستر اسلام، ما هي 32. The quantum numbers for the valency electron in an atom of lithium are n equal 2, l equal 0, ml ب 0, ms positive half. What are the quantum numbers for the second valency electron in an atom of beryllium؟ السؤال دوت ليسون 4، اللي بكتب عليه ليسون 4 ده هنحله مع بعضنا في ليسون 4 برضو. تمام، هنرجع له تاني هنا اهوت نحله وبعد كده نخش في دروس ليسون 4.
if L equals 3 how many possible values of ML are there؟ حاضر يا مستر اسلام، مش ال L ب 3 ال ML هتبقى من نيجاتيف L ل0 لبوزيتيف L، يعني من نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. كام فاليو دولت بقى؟ 3 و3 7. يبقى الإجابة دي. خش على السؤال اللي بعديه، بيقول لك how many electrons in total can have the quantum numbers n equal 3 L ب 2 how many electrons؟ مستر 3 ماشي، L ب 2 يعني الدي، طب ما دي بتشيل 10 الكترون يبقى فيها 10 الكترون. Which of the four quantum numbers cannot take a value of 0 for an electron within an atom؟ select all that apply، يعني ممكن تختار اكتر من اجابه، ممكن تختار اكتر من اجابه. هو بقى بيسالك بيقول لك which of the four quantum numbers cannot take a value 0. اول حاجه ال n ما ينفعش تاخد value 0، دي ينفع تاخد 0 تاخد 0 للاس، ودي كمان ما ينفعش تاخد 0 ليه؟ ما هو الام اس ده يا اما نيجاتيف هاف يا اما بوزيتيف هاف، فما ينفعش تاخد 0، يبقى هما الاثنين دولت بس اللي ما ينفعش ياخدوا 0. طب ينفع ياخد 0؟ ما احنا قلنا من نيجاتيف ال ل0 لبوزيتيف ال، فينفع تاخد 0 اهو. 36 the electron that has the quantum numbers n equal ب 4 L ب 0 ML ب 0 MS positive half is located in the sublevel that is composed of نقط. حاضر تعال نشوف، ما هو 4 ال L ب 0 يعني 4s، وال 4s فيها واحد اوربيتال بس، يبقى الإجابة B. وخلي بالك إن السؤال ده كان مكرر. Which of the following sublevels are present in the third energy levels؟ حاضر، انت عايز السب ليفلز اللي موجودة في الثيرد، ما انا عارف انها 3s و 3b و 3d، فهتبقى الإجابة بتاعتك هي الإجابة B. Which of the following quantum number sets describes an electron in the 3s orbital؟ 3s حاضر، 3 يبقى ال n ب 3، ما شاء الله كلهم ب 3. ال s يبقى ال l ب 0، ال l بايه؟ ب 0، ال l بايه؟ ب 0، فالغي ده والغي ده. طب وال ml؟ ما احنا قلنا ان ال ml بتساوي او اقل من ال l، فبالتالي الاجابه هي C. 39 بيقول لك consider the given table showing subsidiary quantum numbers of different sublevels. حاضر، الاكس بيشيل 14 الكترون، طب ما انا عارف ان اللي بيشيل 14 الكترون ده بيبقى اف. السبسيدري كوانتم نمبر بتاعك ب1، والاف ده طبعا سبسيدري كوانتم نمبر بتاعه ب 3، ده ب1، يبقى ده بيتكلم عن البي، الالكترون كاباسيتي فيها 3. الزد بيشيل 2، الزد دوت اللي هو الاس السبسيدري كوانتم نمبر بتاعه ب0 اللي هو بيشيل 2 الكترون، تمام؟ فبالتالي الاكس ب 3، فعلا الاكس ب 3، والواي بيشيل الالكترون كاباسيتي هو عنده 3 اوربيتال، يعني بيشيل 6 الكترون، وادي 6 الكترون، والزد ب 0، يبقى الاجابه. Which of the following formula is used to calculate the number of orbitals in a certain energy level؟ energy level ولا sub level؟ لا energy level، يبقى n باور 2. لو قال لي sub level هعمل ايه؟ هعمل 2l plus 1. The quantum numbers that describe the order of the main energy levels and the orientation of orbitals in space respectively are. انا عايز اعرف الكوانتم نمبرز اللي بيديسكرايب الاوردر، ده principal quantum number، يبقى الغي. انا عايز برنسبل في الاول، شو قال لك respectively بالترتيب، انا عايز برنسبل في الاول. طب بعد كده الاورينتيشن اوف اوربيتالز، الاورينتيشن بتاعت اوربيتالز ده magnetic quantum number. انما هنا هو قال لك لا، ده الموشن بتاعت الالكترون around itself. 42 the first and the second لا the 1s and 2s orbitals have different ايه بقى يا مستر اسلام؟ ال 1s وال 2s orbital عندهم different principal quantum numbers بس، صح؟
هما مختلفين، هنا ب1 وهنا ب2. هنا ال n ب1 وهنا ال n ب2. اول واحد ال n ب1 وتاني واحد ال n ب2. 43 for a calcium atom. حلو. how many electrons have magnetic quantum number ml equal +2؟ والله يا مستر اسلام عشان اعرف الميني الكترونز اللي فيها +2 ديت لازم اعرف هل الكالسيوم فيه دي ولا ما فيهوش دي، وعشان اعرف الكالسيوم فيه دي ولا ما فيهوش دي ده في الليسون 4. تمام. نجمع كل الاسئله اللي في ليسون 1 ديت اللي في ليسون 3 ديت وليها علاقه بليسون 4. تمام. انما وانس ان حضرتك حليت ليسون 4 هتلاقي كل الاسئله دي بالنسبه لك اصلا تافهه. تعالى في 44. element X has B subshell electrons. Which elements can X not be? element X has B subshell electrons يعني عنده subshell B. Which elements cannot be X؟ خلينا ناخد X دي نوديها اليمة التانية يبقى cannot be X. مين اللي مش هيبقى X؟ اللي هو عنده B. والله يا مستر اسلام البي دوت بيظهر في الانرجي ليفل التاني، صح؟ قال لك هنا في الحالة اللي زي دي هنبقى محتاجين نعمل الكترونيك كونفيجريشن ونعرف هل في مستوى تاني ولا لأ. طيب تعالى نشوف في البي اي ده وزع كده 2 2. ده في مستوى تاني يا مستر اسلام. ايوه بس خلي بالك ان الكي اللي هي المستوى الاول فيها 2 الكترون، مش احنا قلنا ان الاس بيشيل 2؟ ال المستوى التاني فيها 2s و 2b. طب ما انا هحط 2 الكترون برضو هنا اهوت في الاس، يبقى البي لسه ما اتملاش، يبقى ديت تنفع. طب والهيليوم؟ الهيليوم يا مستر اسلام الكي اللي هو فيه 1s، احنا قلنا ان الاس ده فيه اوربيتال واحد وبيتملي ب 2 الكترون، فبالتالي هحط 2، يبقى خلاص انت كده مليت خلاص. ما هو دوت اللي هو ال 2 الكترون بتوعك. افهم من كده ان احنا مليناهم خلاص. هل ظهر بي هنا؟ لا. هل ظهر بي هنا فيها الكترونات؟ لا، هي ظهرت بي بس ما فيهاش الكترونات، فتبقى الاجابه دي. وعلم على السؤال ده برضو علشان ترجع له تاني لما نوصل لشابتر لليسون 4. Which of the following statements explains why electrons of the same orbital have opposite spin؟ Which of the following statements explain why electrons of the same orbital have opposite spin؟ ليه عندهم opposite spin؟ مستر ما احنا قلنا قبل سابق ان الالكترون بيروتيت كلوكوايز والالكترون التاني بيروتيت انتي كلوكوايز علشان يقللوا الريبالسيف فورس. عشان يقللوا الايه؟ الريبالسيف فورس. يبقى بسبب المagnetic فيلد اللي بيتكون في opposite direction. يبقى because the magnetic field resulting from spinning are opposite to each other، معاكس للاتنين. تعالى 46. the total number of electron needed to fill energy levels KL and M، عدد الالكترونات اللي محتاجينها علشان نملى بيها كل الانرجي ليفلز دي. والله الاول بيتملي بكام؟ ب2 والتاني ب8 والتالت ب18، جمع هيطلع 28. The figure shown أو shows two orbitals. حلو. of a metal atom. The orbitals have the same. الاوربيتالز دي عندها نفس الايه يا مستر؟ حبيبي الأول دوت بتاع ايه؟ مش احنا قلنا إن الاس هي spherical shape؟ طب ما ده برضه spherical shape يعني اس برضه. أمال ليه ده صغنن وده كبير؟ قال لك لأن ده عنده طاقة أعلى من ده. يعني طاقة دوت أعلى من الطاقة دي، فبالتالي حجمه أكبر. فهما الاتنين عندهم نفس السبسيدري كوانتم نمبر. يلا بينا على السؤال اللي بعده 48. The fourth principal energy level consists of نقط atomic orbitals. طبعا انت عايز تجيب الاوربيتالز اللي موجودة في البرنسبل energy level يعني n باور 2. طب هو بيقول لك في الفورس يبقى 4 باور 2 يعني 16 orbital. 49. Which of the following is the correct arrangement of electron sublevel in order of increasing energy؟ يعني من الأقل للأعلى. طبعا هتلاقي الأقل واحد عندك هو 2s أصلا، ده أقل حاجة عندك. بعدها 3b بيقول لك the 3 orbitals in a p sublevel are px by and bz. حلو. أنا عارف كده كده إن الأوربيتالز بتاعتي اللي في البي sublevel هي bx وادي بي واي وادي بي زد. عايز ايه بقى؟ what do
x and y and z signify، يعني هما بيدلوا على ايه يا مستر اسلام؟ والله دول بيدلوا على الدايركشن يا مستر اسلام، يعني هو بيدل على الاورينتيشن بتاعي. تمام. The electron that may be found in the orbital below can have the quantum numbers of. الاوربيتال ده اولا هو اوربيتال B، يعني ال بتاعته ب1، فانا هختار حاجة فيها ال ب1. ماشي يا مستر، تعالى لي كده واحدة واحدة. اهو يا مستر اسلام، انا ماليش دعوة بالان خالص، انا ليا دعوة بالال، يبقى انا هلغي ده، ان ب1 ب1 ب1، ومش هينفع اخد ده لان قلت لك ان الام ال لازم تكون اقل من ال او بتساويها، فانا هاخد يا اما الدي يا اما الايه، يبقى انا كده عندي اختيار من الاتنين، يا دي يا ايه. طب يا مستر اسلام، نعم، المفروض ده هيبقى انهي واحد فيهم بقى؟ ال n ب1 ده ولا ال n ب2؟ اقول لك مش ده البي. طب تعالى كده معايا واحده واحده. ال k 1s، ال l 2s 2b، هل هينفع في ال 1s دي يبقى جنبها 1b؟ لا، مفيش 1b جنبها. طب ازاي تاخد ال n ب1؟ ما ينفعش تاخد ال n ب1، يبقى طبيعي هتاخد الاجابه دي. تعالى 52 from the following، من اللي قدام حضرتك دول which element has equal numbers for the principal quantum number for its valence shell orbitals and the number of its valence electron. اولا في الحالة اللي زي دي ده لسون 4 برضه، فده هنأجله لسون 4. تمام. consider orbitals x and y، x y and z. احنا عندنا الاوربيتالات دي. تمام يا مستر، x و y و z. which of the following best describes these orbital؟ مين في دولت هيوصف الاوربيتالات دي؟ اولا انت كله في ال2 حاضر، ثانيا كله 1 يعني بي حاضر، فانت كده بتتكلم على ال3 اوربيتالز. واحد بوزيتيف 1 يعني في المكان ده، والتاني 0 يعني في المكان ده، والتالت نيجاتيف 1 يعني في المكان ده، يبقى انت بتتكلم عن البي اكس وبتتكلم عن البي واي وبتتكلم عن البي زد. طب يا مستر اسلام مش كده انت بتتكلم عن الاورينتيشن بتاعهم؟ يبقى these orbitals are equivalent but the point in difference هي الدايركشن. كلهم قد بعض، كلهم equivalent لبعض، ولكن الديفرنس ما بينهم هو الدايركشن. تمام. تعالى 54 بيقول لي electrons in orbital of 4b sublevel can have all of the following magnetic quantum numbers. ما عدا، مش انت بتتكلم على البي؟ يا مستر اسلام بتكلم على البي. طب ما انت عندك البي اهو، البي فيه 3 اوربيتال، الاوربيتال الاولاني نيجاتيف 1 وبعد كده 0 وبعد كده بوزيتيف 1، ده الاوربيتالات بتاعتك. هل في بوزيتيف 2؟ لا، يبقى هي دي اللي هختارها. 55 ال 2s وال 2b اوربيتالز مالهم يا مستر اسلام؟ have different ايه؟ اولا هما الاتنين مختلفين في السبسيدري كوانتم نمبر والبرنسبل لا، هما مش مختلفين في البرنسبل. مختلفين في الشكل مختلفين في السبسيدري يبقى هي دي الاجابه. in which of the following sublevels can an electron with the quantum numbers n equal 4 l equal 2 and ml equal -2 be found؟ والله حاضر، انت بتقول لي n4 l2 يعني دي، يبقى انت بتتكلم على ال4 دي، يبقى الاوربيتال ده موجود في ال4 دي. which of the following is the lowest energy shell that contains d orbitals؟ which of the following is the lowest اقل energy shell that contain d orbitals؟ مين في دولت اقل واحد عنده d orbital؟ والله يا مستر اسلام ده ما عندوش دي اوربيتال وده ما عندوش دي اوربيتال، ده عنده دي وده عنده دي، بس دوت الاولاني ده اقل واحد، اقل انرجي ليفل. 58 بيقول لك ايه؟ which of the following statements about an atomic orbital is not correct؟ مين في دولت مش صح؟ ان الالكترون of the same atomic orbital is spin in the same direction؟ لا طبعا مش same direction، different directions، clockwise و anti clockwise. 59 what is the number of orbitals in the shell that has the principal quantum number n equal 4؟ مين في دولت عنده
ان انت عايز number of orbitals، ان equal 4 يعني 16 اوربيتال. ليه؟ ما هي ان باور 2 يعني 4 باور 2. which of the following statements best describes an atomic orbital؟ مين في دولت بيعرفك الاتوميك اوربيتالز؟ best describe 3-dimensional mathematical description of the most likely location of an electron in an atom. ايوه هو ليه 3 dimension فعلا، لان احنا قلنا ان الاس spherical shape، فهو السفيريكال شيب ليه 3 dimension، وكمان البي نفس الكلام ليها 3 dimension x y z، فبالتالي الاجابه بتاعتك هي ايه. تعال نخش على الرسمه دي. بيقول لي ايه؟ the graph shows the probability of finding an electron at a distance from the nucleus for the first 3s orbital. حلو. of an atom of hydrogen which plot corresponds to the 3s orbital. مين في دولت بيوضح ال 3s orbital؟ يبقى انت بتقول لك الجراف دوت probability of finding an electron at a distance from the nucleus for the first s first 3s يعني 1s و 2s و 3s. انا عايزك توضح لي مين فيهم ال 3s، مين فيهم ال 3s. طبعا لما تيجي تفكر شوية هتلاقي ان ال 3s ابعد عن النيوكليوس، وطالما ابعد عن النيوكليوس حسب كلام شرودنجر لو تفتكر في الدرس الثاني، كل ما هنبعد عن النيوكليوس كل ما الانرجي بتاعتك هتزيد، فطبيعي ال 3s ابعد واحد عن النيوكليوس يبقى هو اعلى probability of finding electron، ويبقى هو الاجابة اعلى probability وابعد عن النيوكليوس، يبقى الديستانس بتاعته بعيدة، يبقى هو الاخضر ده. ما هو طالما بعيد ده الديستانس بتاعته قليلة قوي، تمام، قليلة قوي، يبقى هو الراجل الطيب الاخضر ده. هنا الاخضر مين عندنا؟ هو السي، يبقى الاجابة بتاعتك سي. تمام، يبقى انت عندك واحد 1s وادي 2s وده 3s لان ده الابعد عن النيوكليوس، وهنا distance from the nucleus، كل ما بعدنا كل probability. What is the maximum number of electrons that exist in F sublevel؟ والله يا مستر اسلام عدد الالكترونات في الاف هي 14. How many orbitals are found in the 4f sublevel orbitals؟ 7. What is the highest occupied orbital in an atom of lithium؟ ايه what is the highest occupied orbitals؟ اعلى orbitals. ده طبعا محتاج من حضرتك ان انت تعمل electronic configuration، وديت بتبقى lesson 4 هوريها لك لما نوصل ل lesson 4. Which of the following orbitals can exist؟ select all that apply. مين من دولت ينفع يبقى موجود؟ ده ينفع يبقى موجود، وال1s ينفع يبقى موجود، ده ما ينفعش يبقى موجود، ده ينفع يبقى موجود، ده ما ينفعش يبقى موجود، لان الدي بتبدأ من 3D ما ينفعش تبقى 2D، والبي بتبدأ من 2B ما ينفعش تبقى 1B. تمام، فكده الاجابات بتاعتك هي A و B و D، A B D. آخر سؤال عندنا بيقول لك what name is given to an atomic orbital with the quantum number 2 والL بزيرو يعني 2s، يبقى الإجابة بتاعتك هي الإيه. وبكده يا شباب الحمد لله يبقى احنا خلصنا مع بعضنا lesson 3 في الهوم ورك. طبعا الأسئلة اللي وقفت معانا بتاعت lesson 4 هنحلها مع بعض بعد ما تنتهوا من الكويز بأمر الله. تخش تشوف شرح lesson 4 وإن شاء الله يبقى أمره بسيط، وبعد كده يا شباب تشوف الهوم ورك وهتلاقي فيه الأسئلة بأمر الله تعالى احنا بنشرحها تاني من ليسون 3، يعني بأرقام ليسون 3. أقول لك افتح معايا ليسون 3 وافتح معايا رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا بعد ما تشوف شرح ليسون 4 بأمر الله. وبعد ما نخلص شرح ليسون 4 هيبقى عندنا حصة ريفيجن. حصة الريفيجن ديت تبقى شاملة ال4 دروس كلهم بأمر الله تعالى. بحبكم كلكم، سلام.